خامس حلقة مع المكرونة اللي بالبشاميل اللي بقول لكم بنعملها كل يوم والحمد لله متألقين فيها، وزي ما انتم شايفين بحر من البشاميل. ودي خامس غلطة في التسعير، ان احنا ما نحسبش كل حاجة زي الناس برضو اللي بتقعد تهري في المهري زي ما بيقولوا، يعني سوري على الكلام، وتقول لك هو فيها ايه، مش شوية لبن، مش شوية لحمة، مش شوية مش عارف ايه. طب يا نصحى، حسبتي الطبق ده، الطبق الفويل اللي الحاجة محطوطة فيه؟ البشاميل ده مش اتعمل على نار واستهلك غاز؟ اللحمة اللي جوه الصينية دي مش اتعملت ببصل وتوابل وكلام من ده؟ والبشاميل ده مش محطوط له توابل والكلام من ده؟ البشاميل اللي بعض العملاء اللي مش عارفين يعني ايه جوزة الطيب، حطي جوزة الطيب. ما هو انتوا مش دافعين حاجة، زغرات يا اللي مش غرمانة، هقول ايه؟ فانتوا يعني بتاع ده متغاضيين عن كل ده. المكرونه هي ببلاش، المكرونه اللي جوه الحاجات، والمكرونه دي مش اتسلقت. التغليف بتاع الطبق ده، التغليف ده وهو مستوي بيتكلف، وهو جاهز على التسويه بيتكلف، وهيستوي في فرن وهيستهلك غاز. كل ده بيتكلف. فهل انتوا مش مدركين الكلام ده؟ انا بقى عشان اعمل صينيه زي دي، لو انا وقفت ساعه اعملها، طب انا مش المفروض اخد اجر الساعه دي؟ ولا انا هشتغل لله وللوطن ولا ايه؟ لازم اخد فلوس مقابل الكلام ده. انا عشان اشتري كل الحاجات دي مش كان في مصاريف توصيل؟ مصاريف التوصيل دي مين اللي هيدفعها؟ فياللي بتقعد تحسب، لو انت صاحب كيتشن اوعى تنسى التكاليف الغير مباشره، واوعى تنسى ان انت لازم تكسب، واوعى تنسى ان انت لازم تطور من الكيتشن بتاعك، ولازم يكون في هامش للمخاطر. حاجه باظت، حاجه اتعملت، حاجه الكلام ده هتجيبها منين؟ ولا انا هاخد ارباحي او الربح بتاعي احوشه عشان اجيب كبه اشتغل بيها في المطبخ، احوشه عشان اجيب بيها بوتاجاز للمطبخ؟ لا حضرتك، لازم اطلع غير مكسبي حاجه اسمها بدل مخاطر، فلوس كده تبقى بتتشال على جنب عشان خاطر لو حاجه احتاجناها، حله جديده، الكلام ده كله. وبالمناسبه في حاجه اسمها اهلاك بوتاجاز، اهلاك حلل واواني وكلام من ده، واهلاك اطباق والكلام ده كله، حاجات بجيبها. اطقم توابل اهلاك اهي، دي الحاجات دي لازم كل فتره اجدد واعمل، يعني الحاجات دي كلها لازم اخدها في الاعتبار. فيا جماعه لو سمحتوا لو انت صاحب كيتشن احسب الدنيا صح. ولو انت عميل، انت مالكش دعوه الحاجه سعرها تكلف على اساس ايه، لان في بنود انت لا تعلم عنها شيئا. ده في بنود كتير جدا 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 عشان اطلع صينيه زي دي بتتصرف. البنود اللي انا بصرفها ضعفين اللي انت حاسبه. يعني انت لو قعدت حسبتني ان الصينيه دي بتتكلف 10 جنيه، لا احب اقول لك انا بصرف 30 جنيه مش 10 جنيه. يعني عشان ابيع لك الصينيه دي لا، ما ينفعش تبقى اقل من 40 جنيه. شويه تقوى مع ربنا وما نحشرش مناخيرنا في اللي ملناش فيه. وكاصحاب كيتشن يا جماعه، عشان ده بيأثر على شغل بعض، احسبوا وسعروا الدنيا كويس، لان اختلاف التسعير ده اللي بيعمل مشاكل، واللي بيخلي ناس ما تثقش في ناس، وبيقطع عيش ناس. فخدوا بالكم الموضوع ده كويس جدا جدا جدا. وشكرا.